بيبدأ الفيلم بأرنب شقي اسمه بيتر، وهو راح يتكلم مع اخواته الأربعة وبيتفق معاهم يسرقوا جنينة شخص اسمه ماك، واللي بيكرههم جدا لأنهم دايما بيسرقوا المحصول اللي بيزرعه. وبعد ما بيقول بيتر خطة السرقة لإخواته بيدخل الجنينة من تحت الباب وبيسرق الفاكهة وبيحدفها لإخواته، فبيشاور لأخوه علشان يخرج من الجنينة قبل ما ماك يشوفه ويخلص عليه. ولكن بيتر بيرفض وبيقرر يسرق كل الفاكهة اللي في الجنينة علشان ينتقم من ماك لأنه السبب في موت أبوهم. وفجأة بتقع منه حبة فاكهة في المصيدة اللي ماك عاملها، وبتطلع المصيدة صوت قوي جدا، فبيسمع ماك الصوت وبيروح ناحيته علشان يمسكه. وقتها بيستخبى بيتر بسرعة واخواته بيشتتوا ماك علشان يدوله فرصة انه يهرب، بس ماك بيشوفه بيروح ناحيته وبيحاول بيتر يهرب بسرعة، ولكن بيتعلق الجاكيت بتاعه في السور بتاع الجنينة فبيضطر يسيبه وبيخرج من الباب بصعوبة. وبيكون ماك على وشك انه يخلص عليه، ولكن بتيجي واحدة اسمها لوسي وبتمنعه انه يقتله، وبتطلع ان هي اللي بتربي بيتر واخواته الارانب، وبتعتذر لماك عن اللي عملوه وبتقوله ان الارانب عندهم غريزة انهم يدوروا على الاكل. بعد ما بتخلص كلامها بتاخد الارانب للبيت وبتحط لهم اكل ومية وبتحذرهم ما يروحوش عند ماك مرة تانية. وقتها بيشوف بيتر الرسومات اللي هي رسمتها وبيتفاجئ انها رسمت عيلته، فبيتأثر جدا وبيخرج للجنينة مع اخواته. وفجأة بيشوف قدامه الجاكيت بتاعه وهو متعلق في جنينة ماك، فبيفهم ان ماك عمل كده علشان يضايقه، فبيقرر يروح الجنينة بتاعته ويرجع الجاكيت. وفعلا بياخد الجاكيت وبيجري بسرعة ناحية باب الجنينة عشان يهرب، ولكن فجأة بيقدر يمسكه ماك وبيقول انه فرحان جدا علشان اخيرا مسكه ويعمل منه طبق ملوخية بالارانب. بس قبل ما يكمل كلامه بيقع ماك على الارض وبيموت. وبيفرح الارنب بيتر وبياخد اكل كتير وبيروح لاخواته وبيحكي لاخواته اللي حصل، وبيقول لهم ان جنينة ماك بقت بتاعتهم خلاص. وبيروح يفتح جنينة ماك وبيخلي اخواته ياخدوا الاكل اللي هم عايزينه، وكمان بيسمح لكل الحيوانات انها تعيش في بيت ماك، وبيرقصوا كلهم وهم فرحانين. وبنشوف توم ابن اخو ماك وبيكون بيشتغل في محل لعب اطفال مشهور جدا، وبيهتم جدا انه يترقى في شغله، وبيتم استدعائه لمكتب المديرة. وبتبلغه ان عمه ماك اتوفى، فبيقول لها انه مش مهتم بالموضوع، فبيبدأ يسألها عن الترقية وبيتفاجئ ان زميله هو اللي اترقى. فبيتعصب توم جدا وبيخرج يكسر المحل، وبتقرر المديرة انها تطرده من الشغل. وتاني يوم بيجيله جواب من المحكمة وبيعرف انه ورث البيت بتاع عمه في الريف، فبتجيله فكرة انه يبيع البيت اللي هناك ويشتري بفلوس البيت محل لعب اطفال كبير. وفعلا بيحجز تذكرة في القطر وبيسافر، واول ما بيوصل البيت بتشوفه وزة وبتروح تقول لبيتر ان في حد دخل البيت، وبيأمر بيتر كل الحيوانات انهم يستخبوا بسرعة. وساعتها بيدخل توم البيت وبيستغرب لما بيلاقي البيت متبهدل، فبيقعد على الكنبة علشان يستريح. وفجأة بيشوف المراية بتتحرك وبيشيلها وبيلاقي خنزير قدامه، وبيفضل يصرخ بصوت عالي. وساعتها بيهرب كل الحيوانات من مكانها. وتاني يوم بينضف البيت كله علشان يقدر يبيعه بسعر كويس. ولما بيخرج علشان ينضف الجنينة بيشوفوه الأرانب وبيتفاجئوا انه بيسد كل الفتحات اللي في السور علشان ما يدخلوش. فبتيجي لوسي صاحبتهم علشان تطمنهم، بتقولهم ان باين عليه شخص كويس ويعملهم كويس. فبتروح لوسي تتعرف على توم وبيقولها انه ناوي يبيع البيت لانه مش بيحب عيشة الريف، وخصوصا انه بيكره الحيوانات اصلا. فبتقوله ان الارض اللي هو قاعد فيها دي دلوقتي كانت بتاعة الحيوانات زمان، وانه لازم يحب الحيوانات ويحترمهم لانهم جزء من الطبيعة. وبتديله منظار هدية وبتسيبه وبتمشي. فبيشكرها توم وبيقفل باب الجنينة. وساعتها بيتضايق الارنب بيتر وبيقرر انه يطفش توم من البيت، فبياخد اخوه بنجامين وبيطلعوا سطح البيت اللي جنبه وبينطوا في الجنينة، ولكن خطتهم بتفشل. وبيشوفهم توم وبيطلع يجري وراهم لحد ما بيمسك بنجامين وبيحطه في شوال، وبيقرر يرميه في البحيرة وبيحطه في شنطة العربية وبيتحرك ناحية البحيرة. وساعتها بيشوفوا بيتر واخواته وبيطلعوا يجروا وراه علشان ينقذوا اخوهم، لحد ما بيركبوا في شنطة العربية ويخرجوه من الشوال. وبيقرروا انهم ينتقموا منه على اللي هو عمله. فبيروح ارنب منهم ويدخل رجله في ودن توم وبيفضل يضايقه وهو سايق. وبيفتح بيتر كبوت العربية وبيكون توم مش شايف الطريق، فبيضطر يوقف العربية بسرعة علشان يقفله. وبيستخبوا الارانب وبياخد توم الشوال عشان يرميه في البحيرة، ولكن بيلاقي الشوال جواه المنظار اللي لوسي اديتهوله، وبيفتكر ان بنجامين هرب وبالغلط بيقع منه المنظار في البحيرة وبينزل يجيبه بسرعة. ولما بيرجع بالعربية
العربية بيتحرك ناحية المدينة، وبيكون مش عارف ان الارانب موجودين في شنطة العربية، واللي بيكونوا منبهرين بشكل المدينة لانهم اول مرة يشوفوها. وساعتها بيقف توم عند محل ادوات كيميائية، وبيدخل يتكلم مع صاحب المحل وبيقوله انه عاوز يشتري اي حاجة تبعد الارانب عن البيت. فبينصحه صاحب المحل انه يكهرب السور. وبعدها بيخرج توم من المحل وبيقابل لوسي بالصدفة، وبيخليها تركب معاه العربية علشان يوصلها للبيت، وبتعزمه لوسي في البيت عندها. وهناك بيشوف توم رسومات الارانب اللي هي رسمها، وبتقوله لوسي ان الارانب دول حيوانات لطيفة جدا، لدرجة انهم لما بيكونوا عاوزين يعتذروا بيحطوا راسهم قدام بعض. ومع الوقت بيقرب توم من لوسي وبيفضل يتكلم معاها كل يوم، وكمان بيلعب معاها يوجا، وبيبان كده انهم بيحبوا بعض. وقتها بيكون الارانب مراقبينهم، وبيتضايق بيتر اول ما بيشوف لوسي وهي بتنشف شعر توم من المية، وبيحس كده انها بدأت تنساهم وتهتم بتوم. فبيدخل عليهم وبينط ناحية توم علشان يضربه، ولكن لوسي بتمسكه وبتعرفه على توم. وبعدها بتسيبهم وبتروح الأوضة علشان تجيب الألوان بتاعتها. فبيستغل بيتر الفرصة وبيفضل يضرب في توم، وبيبدأوا يتخانقوا هما الاتنين مع بعض. وأول ما بتيجي لوسي بيمثل توم وبيعمل نفسه انه بيحضن الارنب. فبتخرج لوسي مرة تانية وبيكملوا الخناقة. ولما بتيجي لوسي بتلاقي ان رسمتها باظت، وبيقول لها توم ان بيتر هو اللي عمل كده. فبتطرده لوسي برا البيت علشان تعاقبه، وبيقرر بيتر انه ينتقم من توم على اللي عمله، وبيطلب من اخواته انهم يساعدوه. وتاني يوم بيروحوا لأوضة توم، واول ما بيصحى بيلاقي ان بيتر قدامه. فبيقوم من مكانه وبيدخل في ايده مصيدة كانوا حاطينها له. فبيصرخ وبيطلع يجري وراه، ولكن بيكون حاطط له طماطم وفواكه على الارض بتزحلقه. فبيهرب بيتر هو واخواته، وبيكون فرحان جدا علشان ينتقم منه. فساعتها بيحط توم سلك كهرباء عند السور وبيدهنه بمربع عشان يكهربه، وبيدخل البيت بعدها. فبتيجي فكرة لبيتر انه يحول تيار الكهرباء جوه البيت. وساعتها بيشوفوا توم وهو بيلحس المربع من على السلك، وبيلعبوا وبيرقصوا على السلك بتاع الكهرباء علشان يضايقوه. وفعلا بيتضايق توم، وبيكون مش عارف ازاي الارانب ما اتكهربتش، وبيلمس المقبل بتاع الباب وبيتكهرب. فبيطلع ساعتها لسطح البيت علشان ينزل من عليه من غير ما يتكهرب، لكنه بيقع من على السطح وبيفقد الوعي. واول ما بيفوق بيجيب العاب نارية وبيحطها في جذع الشجرة اللي عايش فيها الارانب علشان ينتقم منهم. بس قبل ما يولعها بتشوف لوسي وبتسأله انت بتعمل ايه في الجنينة. فبيرتبك وبيقول لها انه كان جاي يجيب لها ورد. والصبح بياخد مجرفة علشان يخلص على الارانب، بس مش بيقدر يعمل لهم حاجة لانه بيلاقي لوسي قدامه وبتعزمه على الغدا. فبيستغل الارانب الفرصة فبيحدفوا عليه اكل علشان يضايقوه. وبعد شوية بياخد العاب نارية وبيفضل يرميها على الارانب. ولوسي بتكون مش سامعة اي حاجة لانها مشغلة اغاني بصوت عالي وقاعدة بترسم. وقتها بيقدر توم يمسك بيتر وبيهدده انه هيخلص عليه، ولكن بتيجي لوسي في الوقت المناسب وبيكذب عليها وبيقول لها انه كان بيساعد بيتر ان في اكل واقف في زوره. واول ما بيمشي بيقع من جيبه ريموت التحكم بتاع الالعاب الناريه. فبياخده بيتر وبيدوس عليه علشان يفضحه. فبتنفجر الشجره اللي فيها بيت الارانب، فبتقع الشجره على بيت لوسي. فبتفتكر ان توم هو اللي عمل كده. فبيحاول توم يبرر لها اللي حصل وبيقول لها ان بيتر هو اللي فجر الشجره، ولكن مش بتصدقه وبتقرر تقطع علاقتها بيه وبتسيبه وبتمشي. ولما بترجع البيت بتتكلم مع الارنب بيتر وبتقوله انها مسافره تعيش في مكان تاني، وبتطلب منه انه يخلي باله من اخواته. فبيتضايق بيتر جدا وبيحس ان هو السبب في كل اللي حصل، وبيقرر يصلح بينها هي وتوم. في الوقت ده بيعرض توم البيت للبيع وبيرجع للمدينه مره تانية، وهناك بيقابل المديره بتاعته وبتقوله انها هترجعه الشغل بشرط انه ما يعملش مشاكل تاني. ونرجع تاني لبيتر وهو بيروح يقابل اخواته وبيحط راسه على كل واحد فيهم علشان يعتذر لهم على اللي حصل، وبيوعدهم انه يعتذر لتوم ويصلح كل حاجة. فبيروح للمدينة هو واخوه بنجامين وبيسألوا فار عن محل لعب الاطفال اللي بيشتغل فيه توم. فبيوصلهم للمحل وبيشوفهم توم وبيجري وراهم علشان يضربهم لانه بيكون فاكر انهم جايين يضايقوه تاني، ولكن بيتر بيقوله انه جاي يعتذر له، وبيعرفوا ان لوسي مسافرة ولازم يرجع يلحقها. فبيوافق توم وبيركب موتوسيكل وبيروح للوسي قبل ما تسافر، وكمان بيعترف لها بحبه ليها وبيترجاها ما تسيبهوش. وساعتها بيقرر بيتر يعترف بكل حاجة وبيعرفها ان هو اللي داس على زرار التفجير، وبيحط راسه على راسها علشان يعتذر لها. وساعتها بتسامحه لوسي وبتقرر انها ما تسافرش. وفجأة بيجي اتنين وبيقولوا لتوم انهم اشتروا البيت ومضوا العقد مع المحامي بتاعه. وقبل ما يكملوا كلامهم بيقاطعهم توم وبيقول لهم انه مش عايز يبيع البيت، لكنهم بيرفضوا. بيقولوا له خلاص هما مضوا العقد
فبيقرر الأرانب إنهم يطفشوهم وبيشغلوا الكهرباء بتاعة البيت، وأول ما بيلمسوا بقى دباب بيتكهربوا فبيمسكوا المقبض بيضمهم وبيدخلوا البيت، وبيتفاجئوا إن الحيوانات عاملين فوضى في البيت كله، فبيخافوا وبيقرروا يرجعوا البيت لتوم، وساعتها بيشكر توم الأرانب وبيقرر يعيش معاهم، وبيتفاجئ إنهم بيغمزوله تعبيرا ليهم عن حبهم ليه. وبيخلص الفيلم، نتقابل في الفيلم الجاي. شكرا ليك يا صديقي.